هما ليه اصلا اتخانقوا؟ لازم نرجع بالزمن شويه. طب اخواتي، قبل ما نبدا في اي حاجه كده تنزل ترزع على اللايك التمام وتفعل الجرس للكل عشان يوصلك اي اشعار باي فيديو جديد انا بنزله، وتصلي على النبي في كومنت، وتدعي لاخواتنا في فلسطين برضه في كومنت. وتعالى نشوف حكايه القيصر وعمر شاور اللي مش عايز تنتهي في ليلتنا السوداء دي. لما عمر شاور نزل فيديو بعنوان القيصر دمر عربية عمر شاور الحرب ابتدت، والفيديو كان باختصار ان عمر شاور والقيصر كانوا هيلعبوا تحدي. التحدي ده كان باختصار ان القيصر يستخبى في الفيلا وعمر شاور لازم يلاقيه، وهنا لو لقى القيصر مش هياخد الفلوس اللي كان بيلعب عليها. والقيصر هنا اتناصح وطلب طلب غريب من عمر شاور. ايه هو يا طرزان؟ طلب من عمر شاور انه يطلع بره الفيلا عشان يسيب القيصر يستخبى براحته. وطبعا هنا شاور اقتنع وطلع بره هو وصاحبه وساب القيصر جوه، ويدخل القيصر هنا ويدشمل عربية عمر شاور. لا بجد، مسك العربية وفضل يدشمل فيها، فضل يقطع في اللزق الذهب اللي عليها، اللي عمر شاور اصلا كان تعبان في لزقه وكان فيوم اللي كان مكلفه فوق 10,000 جنيه. وهنا عمر شاور لما دخل الفيلا القيصر راح استخبى، وهنا عمر شاور يبص على العربية ويلاقيها متدشملة حرفيا. وهنا عمر شاور يسأل المصور فين القيصر، قال له نازل في البلعات اللي هنا. عمر شاور يجيب الخرطوم ويقول له والله ما انت طالع يا قيصر. وهنا عمر شاور وهو بيغرق في القيصر لا في حس قيصر ولا صوت ولا حركة ولا اي حاجة. وهنا دخلوا جوه الفيلا عشان يدوروا عليه ما لقوهوش، فقال له ما تزعلش يا قيصر من اللي انا هعمله، وما تزعلش. ويا ريتك يا قيصر ما عملت كده. وهنا الحرب تبدأ مع عمر شاور. وهنا عمر شاور ينزل فيديو بعنوان اقتحمت فيلة القيصر وخدت منها اعز ما يملك. وفعلا عمر شاور يدخل فيلة القيصر وياخد منها درع التيك توك وياخد صور بتاعته وياخد الخزنة. وافتكروا لي موضوع الخزنة ده. وعمر شاور هو بيختم يقول لك اتبع. وبصراحة كنا مستنين نشوف عمر شاور هيعمل ايه. وبعدها ب3 ايام عمر شاور ينزل فيديو بعنوان أمنية الكوبا ومحمود الجبل، فكانوا عايزين يعرفوا ايه اللي جوه الخزنة. فالفيديو باختصار ان هو راح لمنية الكوبا ومحمود الجمل عشان يفتحوا له الخزنة. وهنا محمود الجمل حاول بكذا طريقة يفتحها لكن ما عرفش. واول ما محمود الجمل فتحها عمر شاور خد الخزنة وطلع يجري. وبصراحة كلنا كنا متحمسين جامد هتعمل ايه بالخزنة وايه اللي كان جواها بعد كده. وهنا ندخل على اليوتيوب ونبص ونلاقي شاور منزل فيديو بعنوان كيلو اللحمة بجنيه. طبعا شمتنا تاني ليه يا شاور؟ وبعدها بشوية نلاقيه منزل فيديو على اليوتيوب بعنوان اللي ينشل على دماغ القيصر ياخد مبلغ مادي. وبصراحة كنا متحمسين وعايزين نعرف ايه اللي جوه الخزنة، فقلنا بس ده هينزل الفيديو الجاي عن الخزنة اللي كانت معاه اللي هي بتاعة القيصر. وهنا نبص ليه منزل حاجة تانية خالص اللي هي انا دشملت عربية القيصر، لان بصراحة احنا متحمسين وعايزين نعرف ايه اللي جوه الخزنة. ونبص والفيديو اللي بعدين اللي بيقول انا فتحت خزنة القيصر، وكلنا جرينا على الفيديو على طول. وتتخيل يا صديقي انه كان كاتب ايه في العنوان؟ فضايحك معايا كلها يا قيصر. والناس طبعا بتحب الفضايح. وهنا يا صديقي بعد ما فتح خزنة القيصر بيقول ان لا فيها اوراق وايفونين وشويه حاجات كده على كلامهم، خشوا شوفوا بنفسيكم. ده طبعا بعد المقطع ده يا صديقي عشان نشوف ايه اللي حصل بعد كده. ودخلنا على صفحه القيصر او قناه القيصر على اليوتيوب عشان نشوفوه هو منزل ايه. وهنا نتفاجئ يا صديقي واللي منزل فيديو بعنوان انا فجرت فيلة عمر شاور. قلت لا ده اكيد القيصر بيكذب، ودخلت واتاكدت بنفسي لكن لقيته مجهز مدفع لكن ما ضربوش على عمر شاور. وهنا القيصر ما استكفاش وبعديها راح منزل فيديو بعنوان هجمت على فيلة عمر شاور وسرقت منها الفلاشة والكلب وسيمبا. طب مش ملاحظين ان الاتنين بيردوا على بعض ازاي وكل ده واحنا قاعدين بنتفرج؟ طب يا عم القيصر انت تسكت على كده؟ قال لك لا والله ده في شويه فيديوهات طحن جايين. وبعدها بشويه ينزل فيديو بعنوان رميت 10 بالونات ورميت منهم فلاشه الكيب 8. طب وهنا ندخل على القناه الثانيه ونبص على عمر شاور واللي منزل فيديو بعنوان ان جاب للقيصر اسد. يا نهار ابيض، انا قلت كده برضو يا نهار ابيض اسد مره واحده. ودخلنا كلنا على الفيديو لكن لاحظنا ان اللي كل حطه كده. والحوار كله انه بس كان بيشتغل القيصر عشان يرد على القيصر بس، لكن هو فعلا كان جايب اسد. لا العنوان والصوره المصغره كانوا كدابين. ونبص واللي منزل فيديو بعنوان انا أمنية الكوبا ومحمود الجمل هنعمل اغنيه وكاتب في الاخر نهايه القيصر. يعني القيصر كان سرق اغنيه قبل كده. فهمتوا بقى ان القيصر الاغنيه اللي كان سرقها دياتي هي اللي كانت عن القيصر. بعديها ب3 ايام نلاقي عمر شاور منزل فيديو القيصر جالي برجله. وبصراحه انا خدت بعضي وطلعت على الفيديو وبنبص عليه لقيت ان عمر شاور بيعمل تحدي مع التيم بتاعه. وهنا نبص في اخر 20 ثانيه نلاقي القيصر بيخبط بره ويقول افتح يا زميكس. يعني انت يا عمر شاور بتسمعنا الفيديو علشان اخر 20 ثانيه؟ دماغ
وطبعا عمر شاور زي ما متعود على طول اول ما بيلاقي حاجه بتعشم الناس بيغيب عنها. ازاي؟ هفهمك. يعني لما نزل الفيديو ان القيصر جاله برجله، بعدها بشويه راح منزل فيديو بتاع الاسود، تحدي مع الاسود ان هيرمي الفلوس قدام الاسود واللي هيقدر ياخد الفلوس بتاعته. وبعدها كنا متحمسين وقلنا بس ده عمر شاور هينزل فيديو بعنوان القيصر جاله ازاي الفيلا. وبعدها عمر شاور ينزل فيديو كلنا جرينا عليه نلاقيه اكبر حفله جيمز مولود في العالم. وبصراحه الواحد من كتر الصدمه كان هيموت. يا اخي احنا عايزين نعرف ازاي القيصر جالك الفيلا. وهنا نفضل مستنيين واللي ينزل فيديو بعنوان لزقت 10,000 صوره في فيلة القيصر. وهنا طلع بيكذب لانه ولا عمر شاور جاله ولا القيصر راح له، لان القيصر لو راح له كان زمانه منزل اللقطه، بس هو ما نزلش ولا لقطه ولا حاجه. بس الصراحه تتقال لما عمر شاور راح للقيصر ولسق ال 10,000 صوره فعلا لزقهم وشوه له الفيلا زي ما انتم شايفين كده.